السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد أن اتفضل. أسألك أريد أن أسألك يا شيخ، من الأفضل أبو بكر أم علي؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. من أسلم من أسلم أولا؟ أبو بكر الصديق أسلم أولا. عندكم في البخاري علي أسلم وعمره 10 سنين قبل أبو بكر. لا، من الشباب علي بن أبي طالب، من الكبار أبو بكر الصديق يا باشا. ما الفرق بين الشاب والرجل؟ زي إذا بالظبط. كان طب عمري ما 13 عام أو 10 سنوات لست مسلم. واحدة ما تتكلمش كتير. واحدة. ما الفرق بين الشاب يلا، والرجل أنا- والمرأة؟ من كان أول إسلاما هي ما الفرق خديجة، بين صحيح الشاب ولا مش الشاب صحيح؟ الذي اسمعني لم بس، يبلغ. اسمعني، ما احنا ممكن نقول أول نعم، إسلام نعم. خديجة. فلو هتفرق ما بين المرأة والراجل يبقى تفرق ما بين الشاب والمرأة والراجل. تمام يا باشا؟ أنت الآن فرقت تمام يا بينهم. باشا، تمام يا باشا. تمام، دي تمام. النقطة الأولى. النقطة الثانية بقى، لو سمحت تمام. يعني، لو سمحت، أديني أنت سألت وأنا جاوبت. أنت سألت وأنا جاوبت، ماشي؟ السؤال بقى اللي بيطرح نعم. نفسه. السؤال اللي بيطرح نفسه. أنا بس عايز أعرف سؤال بسيط. عندكم 4 منتجبين، ألا وهم عمار وسلمان والمقداد نعم. وأبي ذر الغفاري. أنا لست شيعي أولا، أنا سني من المغرب، يا باشا أنت من ولكني المغرب، يكش تكون من كوالالمبور. أتفق مع الشيعة. معلش يعني، ما لكش تكون من كوالالمبور. طالما بتتكلم بنفس شيعي يبقى وأنا تتحمل لو سمحت. أنا أحترمك. يبقى لو سمحت تتحمل، ما تجيش تكلمني بنفس شيعي. نعم. ولما اجي اسالك سؤال في التشيع عشان تهرب نعم. مني تقول لي انا لست الشيعي انا سني. لا يا باشا، يا لطيف. ما عنديش. استمر، قول لي انا استمر. سني أنا معاك. متشيع بقى والحكايه والروايه. انت سني متشيع ولا سني؟ أقسم بالله أني سني. طيب ماشي، ولكني سني يعني لسه هتتشيع يعني وجدت ولا هتعمل أشياء. ايه يعني؟ لو اسمع ماذا قلت. ها؟ ماذا قلت؟ بقول لك انت سني ولا سني هتتشيع ان شاء الله؟ قول ان شاء الله. إن شاء الله أنا اعتبرني شيعي. هيا استمر، اعتبرني شيعي. اعتبرك شيعي، مفيش مشكله. اعتبرك شيعي ان شاء الله. عندنا ابو ذر وعمار والمقداد وسلمان. نعم، الأربعة هل بايعوا، المنتجبين. معلش واحده، هل بايعوا علي بن ابي طالب بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هو الدليل؟ اتفضل. أولا كان هناك ضغط من الخلافة من أبي بكر وعثمان عليهم، فكيف سيبايعونه؟ باشا سألتك سؤال محدد، ما سألتكش على الضغط. احنا مش في الجيم هنا عشان نلعب ضغط. سلمان الفارسي سألتك لم سؤال يبايع. محدد. سلمان الفارسي لم هل يبايع أبو بكر وعمر وعثمان. هل بايعوا علي بن أبي طالب بعد وفاة النبي نعم. صلى الله عليه وسلم؟ نعم بايعوا. لم يبايعوا. إن كانوا بايعوا فعليك الدليل. اتفضل. علي بن أبي طالب هل بايع أبو بكر بعد وفاة النبي؟ يا باشا، السؤال ما تجاوبش بهل. السؤال أجيبني، الجواب بتاعي أجيبني. نعم لا، وبعد كده اطرح هل السؤال بايع بتاعك. علي بن أبي؟ يا باشا سؤالي واضح. هل أبا ذر والمقداد وعمار وسلمان بايعوا علي بن أبي طالب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم لا. لا. ما بايعوا. لماذا لم يبايعوا؟ لأن في البداية علي بن أبي طالب عرض نفسه. لماذا لم يبايعوا؟ عندكم في البخاري علي بن أبي يا طالب باشا قال لأبي لماذا؟ بكر يا باشا أنا ما كلمتك في نحن علي بن أحق أبي به. طالب، أنا كلمتك لماذا هؤلاء الأربع لم يبايعوا علي بن أبي طالب لو سمحت. على ماذا اعتمد أبو بكر في خلافته؟ يا باشا أنا ما كلمتك دلوقتي أبو يكون بكر هو الصديق الخليفة. ولا عمر ولا لا، عثمان. أنا أسألك، بقول لك أنا أسألك هؤلاء أجيبني. الأربع لماذا لم تريد التهرب يبايعوا علي المفتوح. بن أبي طالب؟ لأنهم لم يأمرهم بذلك. ما فيش حاجة اسمها لم يأمرهم بذلك. هو مش دي بيعة، هو مش هم عارفين إن هو الإمام، إذا لابد من بيعة. لماذا لم يبايعوا علي بن أبي طالب؟ سؤال. لأنهم رأوا أن الخلافة غصبت منه. يا باشا ما لهمش دعوه بالخلافه غصبت دلوقتي. انا شايف ان ده مقصود. واحده بس عشان نفهم الامور.
ونازل الامور كده بالحقيقه. ما الاغتصاب الخلافه وما البيعه؟ انا دلوقتي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعني لو سمحت، اسمعني لو سمحت. ماذا حدث بعد وفاة يا باشا اسمعني بس، اسمعني، ما انت حافظ مش فاهم يا ابني. مبروك عليك التشيع مقدما. يعني والله العظيم اللي زيك انا بحمد ربنا ان هم مش موجودين عند اهل السنه والجماعه. يا باشا مبروك عليك، اسمعني بس، اسمعني يا باشا، اسمعني. احنا لسه ما خلصت من سؤالي، انا لسه ما خلصت من سؤالي. انا سؤالي هؤلاء الاربع بايعوا ام لم يبايعوا؟ قلت لم يبايعوا. قلت لك لماذا لم يبايعوا؟ ما هي الاسباب التي جعلتهم لم يبايعوا؟ اخافوا مثلا؟ خافوا؟ نعم خافوا. من الذي من أي شيء خافوا؟ تفضل. من الخلافة، من أبو بكر وعمر. اديني الدليل، اتفضل. خليفة. اتفضل اديني الدليل. تكلم بدليل أنهم خافوا. اتفضل. عندما ماذا طرأ لذلك الصحابي الذي اعترض على بيعة أبي بكر؟ ألم تقولوا أنه قتلته الجن؟ يا باشا سيبك أنت من اللي اعترض دوت، واخد لي بالك؟ أنت ليس عندك أي دليل على أنهم خافوا. عندك دليل؟ ما دليلك على أحقية خلافة أبي بكر؟ يا باشا أبص أقول له عندك دليل أن هؤلاء الأربع خافوا؟ ما عنده دليل. أنا هقول لك حاجة. بص يا سيدي، بص يا سيدي، أنت ممكن تتجوز واحدة متحرشة. اللي انت هتتجوزها متحرشة. قول لي ليه متحرشة؟ ليه متحرشة؟ لأن القرآن الكريم ذكر لنا امرأة العزيز تتحرش بسيدنا يوسف. انتظر. إذا بهذا القول عندما قال عمر على بيعة يا باشا اسمعني بس، مش ده دليل؟ سؤال مش ده دليل؟ يا عم افهمني، يا عم افهمني يا عم. مش ده دليل؟ جبت لك دليل من القرآن، جبت لك دليل من القرآن ان انت هتتجوز واحدة متحرشة. لماذا لم يبايع الزبير؟ كانت بيعة أبو بكر. روح على هبل. شل يلا. اهو ده اللي بقفوه كده. يقولوا يا جماعه اللي هيتشيع هيبقى شبهه. الله اعلم. نحن جدا استفدنا واستفدنا يعني منك واهتدينا. الله اكبر، الله اكبر. الو اتفضل. الو يا شيخ، والله اني حرص. اذهب عند شيوخ شيعة اجدهم اغبياء، اجد في السنة مواقف لبعض الصحابة اقول لما يفعلون هكذا. والله اني حرص. يا ابني مش انت اللي انا الذي كنت اتكلم من قبل؟ مش انت اللي كنت مشيع من شوية؟ نعم انا ايوه. لم أجد جوابا صراحة. لا أؤمن بالعقيدة الشيعية كاملة. السنة جميلة لكن مواقف بعض الصحابة سيئة جدا. زي ايه كده المواقف؟ زي ايه؟ طيب اتفضل، لعله عسى ربنا يهديك. مثل معاوية لماذا لم يرد الخلافة شورى؟ طب معلش يعني لو افترضنا درهم اشتري بيها كيلو لوز. هي زوجتك متشيعة معك؟ لا لست أنا من عائلة ليست شيعية، أنا سني. طب بص يا ابني، أنا مجرد شاب، أنا عمري 18 سنة. طيب ربنا يهديك ويصلح لك حالك يا رب. بص يا ابني، آمين. لو أن معاوية أخطأ لما الحسن تنازل عنه، ولو أن معاوية أخطأ لقاتله الحسين. فلماذا الحسين ترك قتال معاوية وقاتل يزيد؟ يعني دي مش عايزين نفكر؟ المفروض نفكر فيها. لو أن معاوية به شيء لما تركه الحسين، لقاتله أولا ثم بعد ذلك قاتل يزيد.
إذا الأشياء التي رآها الحسين في يزيد لم يراها في معاوية. تمام؟ نعم. طيب، كل بقى ده تلك أمة قد خلت لها ما لا ما كسبت كسبت ولكم ما ولكم ما كسبتم كسبتم ولا تسألون عما ولا كانوا. احنا ما تسألون كناش في عما زمانهم. كانوا. احنا ايه المطلوب منا نعم. كمسلمين؟ الأخطاء، حتى لو هناك اتباع منهج أخطاء، النبي. حتى لو هناك أخطاء وقع فيها بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، المطلوب منا ايه؟ مش ان احنا نشهر بالأخطاء ديت، المطلوب منا ان احنا نجتنب بعد ذلك الأخطاء اللي وقعوا فيها. تمام؟ أنا ضربت مثال جميل جدا، نعم. ماعز الغامدية. ماعز صحابي والغامدية صحابية، ومع ذلك زنت وزنى. تمام؟ هل نقعد نعم. نشهر بماعز الغامدية؟ لا. هل نطلق عليهم لا كده لا لن الزنا؟ نستفيد شيئا. برضو لا. ولكن نستفيد ما هي الأخطاء التي وقعوا فيها نعم. التي أدت في النهاية إلى الزنا. صحيح؟ يبقى نشوف الأخطاء اللي وقعوا فيها نعم. ونجتنبها. طب هم وقعوا في الزنا، نيجي نرجع نقول إيه؟ ده دول صحابة وقعوا في الزنا، فما بالك إحنا؟ فده ما يديناش إن إحنا إيه نقع في الزنا، لأ. ولكن لو وقعنا في الزنا والعياذ بالله نقول والله ده أفضل مننا ووقعوا في الزنا، فنرجع إلى الله عز وجل. يعني ما تبقاش هذه نهاية المطاف، لا نقنط من رحمة الله. صحيح ولا مش صحيح؟ الحرب اللي دارت بين صحابة صحيح النبي صحيح. صلى الله عليه وسلم أثناء الفتنة، احنا مش نقعد نشهر بيها، احنا نشوف ايه الأخطاء اللي وقعوا فيها ونجتنبها. ولا مش مظبوط؟ صحيح. أخطاء وقعوا فيها مظبوط. بالفعل، في أخطاء وقعوا فيها ونجتنبها. هو ده المطلوب، هو ده قراءة الأحداث كده، مش إن أنا آخد الأخطاء بتاعتهم وأشهر بيهم أو أشتمهم أو أقعد طول النهار أقعد أسب وألعن فيهم. دي نقطة. النقطة بقى الأهم، شخصية علي بن أبي طالب. أنتم تقولون أو الشيعة يقولون أنها من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. هل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن حق؟ تنازل عن دين؟ تنازل عن دعوة؟ تنازل عن رسالة؟ لا تنازل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. لا. عندما ضيق الخناق على النبي صلى الله عليه وسلم في قريش في مكة، هاجر إلى المدينة وأمر أتباعه أنهم هاجروا إلى الحبشة، وبعد ذلك التقوا إيه في المدينة. فعلي بن أبي طالب هو نعم. الإمام، ولا هو يمكن أن الخليفة. يضيعوا ذلك الدين كله في بعد هل وفاة النبي، تلك الهجرة وذلك إنفاق المال، لا يمكن أن يضيعوا حبا في الدنيا وهم الذين كادوا أن يقتلوا. بالضبط؟ يعني فكيف وهل شخصية علي بن أبي يضيعوا طالب تتنازل دينهم؟ عن إمامة؟ شخصية علي بن أبي لا طالب لا. الشخصية الجبارة دي تتنازل عن إمامة؟ والله كلا. إضافة إلى أنهم يقولون ترك عمر يضرب زوجته، علي لن يترك عمر يضرب زوجته. ده عمر ما يعملها أصلا، يعني عمر ما يعملها يضرب فاطمة رضي الله عنها وارضاها. ده أراد الانتساب في يوم من الأيام، أراد الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من فاطمة، يروح يضربها؟ نعم. ولا علي بن أبي طالب أولم يسقط يكن على ضربها؟ المسلمون ليدافعوا عنها؟ طيب 120,000 خرافات. صحابي، هل تتخيل 120,000 صحابي في يوم وليلة أو في شهر أو في شهرين يرتدوا من بيعة علي لبيعة أبو بكر الصديق؟ إزاي 120,000 صحابي نعم. اللي قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هاجروا، اللي آووا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، يرتدوا من بيعة لبيعة؟ لا، يبقى في حاجة غلط، في حاجة غلط. نعم. نعم. فالله المستعان. فقراءة أنا الأحداث، آسف. قراءة أنا الأحداث آسف لابد يا تكون شيخ قراءة على واعية. قولي في الإيميلات، والله إني تبت والله. الله أكبر، الحمد لله. والله فقط والله هؤلاء شيوخ ضللونا، والله هؤلاء الشيعة. الله المستعان. سبحان الله يا أخي، بتتغير. سبحان الله يا أخي. كان من شوية سبحان الله كلامه تحس إن هو مش مفهوم، لما رجع للسنة تاني تحس إن هو بقى راجل وقور وبقى بيتكلم كلام مضبوط.
سبحان الله. أنا آسف يا شيخ، هناك ضجة، فقط أقول لا 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 ما يهمكش، دول أستغفر اصوات الله على عيالنا ما يعني، كنت ما فيش أقول مشكله ان شاء الله. في الصحابة، وأسأل الله أن يحشرني معهم. اللهم امين. مع السلامة يا اللهم شيخ. مع السلامه. الله اكبر الله اكبر. الحمد لله والله. الانسان صوت. سبحان الله يعني. السلام عليكم. غريب والله، حاجات غريبه بتحصل.